في البداية نبدأ للصلاة على النبي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. كان يوم حلو للعيلة كلها. قرروا يعملوا مغامرة جديدة ويروحوا رحلة سفاري في قلب الغابة، راكبين عربية جيب مفتوحة. مرزوق الصغير كان فرحان ومتحمس، بيشاور على كل حيوان يشوفه، وزقزوقة كانت بتستمتع بالمنظر، وزقزوق حاسس إنه ملك العالم بقوته وعضلاته. الجو كان هادي لحد ما وصلوا لطريق ضيق. فجأة ظهر قدامهم وحش الغابة، حيوان ضخم جبار شبه الخنزير، بس بفره كثيف ومخالبه طويلة وعيونه فيها شرار. الوحش ده كان واقف في نص الطريق بالظبط بيمنعهم من المرور. زقزوقة بصت لزقزوق بقلق، ومرزوق الصغير ساب اللعب وبدأ يمسك في رجله بخوف. زقزوق نزل من العربية وحاول يخوف الوحش بصوته العالي وقوته، لكن الوحش ما كانش بيتحرك، بالعكس بدأ يصرخ بصوت عالي ويبص على مرزوق اللي في العربية كأنه فريسة سهلة. الجد اللي كان قاعد في هدوء قال بصوت واطي ومسموع: يا زقزوق، الحيوان ده بيخاف من أي صوت مفاجئ قريب منه، مش بيخاف من القوة. لازم تشتته بصوت عالي جدا وتهرب. الكلام ده كان يدوب طالع من بق الجد، والوحش بدأ يجري ناحية العربية بكل قوته عشان يكسرها. مفيش ثانية تفكير، زقزوق نسي كل خوفه ونط من العربية قدام الوحش مباشرة. زقزوق صرخت: لا يا زقزوق، ده هيموتك. لكن زقزوق كان كل تفكيره إنه يحمي ابنه. زقزوق قعد يخبط على شجرة قريبة جامد ويصرخ بكل قوته ويعمل صوت عالي ومزعج. الوحش اتشتت فعلا وبص على زقزوق بدل العربية. زقزوق بدأ يجري بسرعة جنونية والوحش بيجري وراه بكل غضب. زقزوق فضل يلف ويجري بين الشجر عشان يبعد الوحش عن الطريق. في اللحظة دي زقزوقة اللي كانت في قمة التوتر مسكت الدركسيون وبصت للجد اللي هز رأسه بمعنى يلا. بسرعة البرق دست بنزين ومشيت بالعربية بعيد عن الخطر. بعد مطاردة طويلة زقزوق قدر يهرب من الوحش بعد ما طلع على شجرة عالية وما قدرش الوحش يوصله. بعد ما رجعت العيلة للمكان الآمن، زقزوق ومرزوق والجد كانوا مستنيين زقزوق على نار. لما رجع كان مرهق وملابسه مقطعة، لكن الابتسامة على وشه كانت ابتسامة المنتصر. حضن مرزوق جامد.
Meow meow.